ونقول من غير شعارات كده والورقه والقلم 1 زائد 1 يساوي 2 عشان نعرف قيمه البلد الجميله العظيمه دي. اسالكم سؤال، لو انا ما بعرفش العب كوره، يعني عمري ما لمست كوره في حياتي، ونزلت ملعب ووقفوا لي افضل حارس مرمى بتاع برشلونه كده ولا تشيلسي ولا ليفربول وقالوا لي هات فيه جول، وانا ما بعرفش العب، فتحت صدري وقلت يا سلام ايه يعني؟ حطيت الكوره وبرجلي الشمال رحت شايطها، راحت قلشه وراحت داخله جول. ده معناه ان انا حريف؟ زعقوا بس سمعوني. معناه ان انا حريف يا جماعه؟ امال اللي حصل ايه؟ صدفه او حظ. بس تفتكروا لو انا شطت 10 كور من 10 اماكن مختلفه وجبت 10 تجوان، ممكن يبقى صدفه او حظ؟ اكيد انا ابقى حريف وابقى ابو صلاح، صح؟ طبقوا بقى الكلام ده على البلد دي، وانتوا بعد كده قولوا دي عظيمه وتستاهل نحبها ونفخر بيها وندافع عنها ولا لا؟ تفتكروا صدفه ان البلد دي دونا عن كل بلاد الدنيا تتذكر في القرآن 5 مرات بشكل صريح و34 مرة تلميح وتصنيع؟ صدفة؟ طب صدفة إن البلد دي دونا عن كل بلاد الدنيا تتذكر في التوراة والإنجيل 698 مرة كلمة مصر، المصري، المصريين 698 مرة في أسفار العهد القديم وأسفار العهد الجديد وسفر التكوين والأناجيل ال4 وسفر الرؤيا، 698 مرة كلمة مصر، المصري، المصريين. صدفة؟ طب صدفة إن المرة الأولى والأخيرة اللي يتجلى فيها رب العزة على بشر ويكلمه ويكلم سيدنا موسى فين؟ هنا في وادي طور، في جبل الطور، في سينا، في مصر. دي برضه صدفة؟ طب صدفة إن ستنا مريم وسيدنا عيسى أثناء هروبهم من الرومان في رحلة العائلة المقدسة تطأ أقدامهم الشريفة البلد دي ويجوا يعيشوا فيها أكثر من 4 سنين في بلبيس وفي أسيوط؟ دي برضه صدفة؟ طب صدفة إن القائم على خزائن الأرض واللي ينقذ العالم من مجاعة في يوم من الأيام يبقى هو نفسه القائم على خزائن مصر ووزير ماليتها ويبقى نبي سيدنا يوسف؟ دي برضه صدفة؟ صدفة إن ستنا هاجر اللي هي زوجة أبو الأنبياء الخليل إبراهيم، وبعدين أم مين؟ أم سيدنا إسماعيل اللي هو أبو العرب، اللي هو أول مناطق العربية. هاجر دي تبقى قبطية مصرية أيضا. دي برضه صدفة؟ صدفة إن سيدنا النبي يتجوز ماريا ويخلف منها ابنه إبراهيم، وماريا دي تبقى قبطية مصرية أيضا. عايزين تفهموني كل دي صدف؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. كل ده ملوش في معنى واحد، ان البلد دي بلد عظيمه بجد وبلد استثنائيه بجد وكل ما تحمل الكلمه من